يا صباح الفل والهنا والسعادة. دلوقتي انا عندي كنت عاملة 3 فرخات بانيه كده، وسبت الحوايج بتاعتهم. ادي الجناحين، حطيت عليهم شوية شوربة كانت عندي، وعملت وبشرت عليها فص ثوم صغير، وحطيت عليها نعناع مجفف. الحاجات السمرة دي نعناع مجفف. وبعد كده هبتدي احط البهارات بتاعتي: ملح فلفل وكمون وشطة، بهارات فراخ. دي صينية التوفير. بعد كده عندي بقى، هاتيلي بقى هنا ده الجنزبيل، وعندي بصلايه كبيره، او لو ما عندكيش بصلايه كبيره بتحطي بقى بصلتين وسط. بعد كده يا ست الكل بتعملي بتروحي حاطه كده البطاطس. انا عندي كيلو بطاطس. بصي، خلطه بسيطه وسهله واقتصاديه، وفي ايد في ايدي. بعد كده عندي كيلو طماطم، ببتدي ان انا احطه كده، ده كله 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 ني في ني. وبعد كده هبتدي ان انا اقلب المكونات دي وادوق الحدق بتاعها. ايوه كده، ايوه كده، نظبط نظبط نظبط. وبعدين نروح مدخلينها الفرن. دي حاجه اقتصاديه، مش هتكلفك. الفراخ اللي انت جايباها وبتقطعيها وتعمليها بانيه، بتاخدي الحوايج بتاعتها بتجمعيها وبتعمليها في صينيه كده زي ما انا وريتكم، وبتدخليها الفرن. دي اسمها صينيه التوفير. صينيه ايه يا بنات؟ صينيه التوفير. فيها بقى جناحين ورقبه، وفيها منها الكبد والقوانص ده بقى صينيه التوفير. التوفير اول حاجه بندخل المكونات، بتاخد غلوه كده على البوتاجاز 5 دقايق، وبعد كده بروح مدخلاها بقى الفرن. انا نسيت اقول لكم حاجه، ان انا حطيت معلقه واحده زيت على الخلطة الجميلة دي. البهارات بتاعتي هقولها تاني: شطة، ملح، فلفل، كمون، ملح، بهارات فراخ، وعندي جنزبيل. لو عندك بقى جوز الطيب، الحاجات التانية، المكونات التانية والبهارات اللي انت بتحبي انا الفلفل الاسود حط عليه حبهان وقرفة والحاجات دي كلها، فمش بحتاج الحاجات دي انا اضيفها، لان انا ضايفاها كده كده على الملح الفلفل بتاعي. هنحط بقى الخلطة الحلوة دي والخفيفة على الجيب وعلى القلب، وهنحطها في الفرن، ولما تستوي هنشوف بقى الشكل النهائي. يلا بينا نحطها على الفرن. ودلوقتي ده الشكل النهائي للصينية عندنا، الصينية الاقتصادية بالكبدة والقوانص والأجنحة والرقابي. شوفوا المنظر، كله ني في ني. شوفوا الجمال. انا بحب اشغل الشوايه كده، تدي لسعه كده للبطاطس. يا جمال ويا جمال. جربوها صدقوني، في يوم ما يكونش معاكي مصروف بيت، يكون الميزانية مخرمة، دي هتنفع كتير.